أنا عايز أنهي كلامي برسالتين. اتفضل يا فندم. الرسالة الأولى إلى الناس، إلى المواطنين كلهم، يعني لكل فلاح في الغيط، لكل عامل في المصنع، لكل موظف، لكل مواطن، لكل شاب موجود في الميدان أو في الجامعة أو في البيت، وللمرأة المصرية، إنه كلنا بكافة الأعمار، بكافة المواقع، مطلوب مننا أن نتعاون سويا، نمشي سويا إلى الأمام، ألا نعوق وما نتخانقش، إنما نكون يد واحدة، لأنه مصر تحتاج إلى جهد كل الناس. أنا أعلنت أني أترشح لفترة واحدة هي 4 سنين تعالج ما تم في العقود الماضية وتعد مصر للعقود القادمة. أنا قلت لك من شوية أنه هنبقى 100 مليون وفي تغيرات مناخية خطيرة، ضروري نستعد من الآن. أنا مهمتي إذا انتخبت، وأرجو أن أنتخب، أني أضع مصر على الطريق السليم الإيجابي النشط الفعال لعلاج مشاكل اليوم وغد وبعد غد ل40-50 سنة قادمة. يجب أن نعد مصر من الآن إلى كيف تكون مصر سنة 2020 و30 و40 و50. إنما بنعدها لأنه رئيس بيجي وبيمشي، وأنا بقول فترة واحدة، وما يمكنش إصلاح الحال ولا إحداث التغيير الجذري الحقيقي إلا على فترة ممتدة. هيحصل تغيير فوري، إنما ده هيكونش هو كل التغيير. عايز التغيير الفوري ده يؤدي إلى أن مصر تستعد بعد 4 سنوات أنها وتنطلق بسرعة أكبر، عجز ميزانية بيقل، دخل القومي يتضاعف، دخل الإنسان الفرد المصري يزيد، تعالج الصحة، تعالج في حاجات، التعليم، تعد مصر لمستقبل. ما يصحش مثلا ان احنا نتعامل مع الفقر ان احنا على اساس ادارة الفقر. ضروري يكون الهدف هو القضاء على الفقر، التخلص من الفقر، القضاء على الفقر. وده مش شيء جديد، في دول كتير عملته، ليه احنا ما نعملوش؟ ومش هنعمله الا اذا كان النظام المصري ايجابي، يعلم بالكارثة اللي احنا فيها ويعرف يعني ايه يتقدم الى الامام. تمام. في ناس بتسأل بسرعة